سيظل اسمك يا عراق ممجدا ما دام اسم الله فيك يمجد. ما عاش طاغ في بلادك منعما إلا وزال وكل طاغ ينفد. قصيدة العلم للتلميذة ريماس علي من الصف الخامس، فلتتفضل. العلم عش هكذا في علو أيها العلم، فإننا بك بعد الله نعتصم. جاءت تحييك هذا اليوم معلنة أفراحها بك، فانظر هذه الإمم. إن العيون قريرات بما شهدت، والقلب يفرح والآمال تبتسم. الشعب أنت وأنت الشعب أجمعه، وأنت جلال الشعب والعظم. فأنت عسى لمن عاشت سعادته، وإن تمت ماتت الآمال والهمم. هذا الهتاف الذي يعلو فتسمعه جميعه لك فاسلم أيها العلم. العلم هو منارة الحياة، به تسمو الأمم وبه تعلو أقدارها. فالعلم هو ما جعل لكل أمر أهمية، فما وجد في شيء إلا زانه، وما افتقده شيء إلا أهانه. فبدونه تخلو الحياة من الرقي والازدهار، وهذا يدل على مكانة العلم عند الله تعالى. كلمة الخميس تلقيها السيس سارة جبار مرشدة الثاني، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. كلمتي بعنوان العلم. العلم هو المصباح الذي ينير دروب الحياة، ويخرج الإنسان من حصون الجهل والظلام، وهو من الأمور الهامة التي تساعد على رفع قيمة الإنسان، التي توزن بالمعارف والعلوم التي تحصل عليها من الحياة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى طالب العلم كالمجاهد في سبيل الله، وجعله فريضة على كل مسلم. لذلك يجب أن يكون العلم هدفاً من ضمن أهداف الإنسان التي يجب أن نسعى جميعاً إليه. فمن غير طلب العلم لأصبحت جميع الأمم تغرق في بحور الجهل والتخلف. وكان العراق أول بلاد عرفت بالكتابة على يد السومريين منذ آلاف السنين. وللعلم أفضال كثيرة لا يمكن لعقل بشري أو إنساني أن يلم بها، ومنه انطلقت مجالات المعرفة والحياة مثل الطب والهندسة، وسهلت على الإنسان الوصول إلى أي بقعة في الأرض. وكل ما نراه من مبان شاهقة وشوارع مفيدة لم تكن لولا العلم. وخير مثال على صروح العلم والمعرفة هذه المدرسة، مدرسة التحدي، التي بنيت على أسس علمية وحضارية تنهض بالعلم والمعرفة. وكما قال الشاعر أحمد شوقي في حق العلم والأخلاق: العلم يبني بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وأحب أن أقول لكم في نهاية هذه الكلمة: لا تدع أحلامك تخرج عن السيطرة، واملأ نفسك بالإيجابية. وأتمنى لكم يوما رائعا، وعليكم السلام والرحمة. إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالتعلم وطلب العلم، ووعد من يسلك دربا لالتماسه بالأجر العظيم. حديث نبوي شريف يلقيه علينا التلميذ ريان طه من الصف الرابع. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. صدق رسول الله. لن تكون متدينا إلا بالعلم، فالله لا يعبد بالجهل. فمهما كان العلم مؤلما فلن يكون أشد إيلاما من الجهل. حكمة للتلميذ موسى فراس من الصف الثاني.
حكمة اليوم: العلم نور والجهل ظلام. العلم رسالة سامية يجب أن تسري في كل أرجاء الأرض ليعم السلام والإعمار والازدهار في أرضنا الجميلة. الآن مع فقرة هل تعلم للصف الثاني بتدريب الست آيات. هل تعلم أن العلماء ورثة الأنبياء؟ وعاء العلم كريم لا يبخس صاحبه، فللعطاء عطاء فما زرع نتيجته ثمره. الذي يزين طلة الجهد شكرا متوج بالتوفيق الدائم. للست سارة جبار مرشدة الصف الثاني A. وللست لقاء طالب مرشدة الصف الخامس. الحزن يتعب ولا نتعب، علينا الدنيا من تصعب نرد قوة. إذا خطوة السهام يرجع نتقدم ترى واسرع. اللواء يرفع ويعلو بطلاب العلم والمعرفة. نقدم متميزي هذا الأسبوع لمراحل مدرستنا المتميزة. نبدأ بالصف الأول EA علي محمد حسين صغير، والطالبة دانا محمد. الأول B زين العابدين علي نرجس سيف محمد. الأول C مرام حمزة ورزان صفاء. الثاني A حسام ياسين دعدوش وبنين سيف. الصف الثاني B جنى وسام ورضا حيدر صبيح. الصف الثاني C موسى فراس وأماني إشهاب. الصف الثالث ملاك محمد حسين وكرار منتصر. الصف الرابع مؤمل محمد والحمزة مهند. الصف الخامس حيدر علي عبد الواحد ودارين ياسين. الصف السادس علي رضا عبد الواحد آية أحمد عبد الرزاق. لكم كل التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. ألف خطوة حصدنا صبرنا لنحيا كلنا، نصافح فرحنا وحزن لا نريد. تعبنا سهرنا قريبا أملنا يحقق حلمنا من جديد. وداعا كل شفاء عدنا للحياة، أمل يتبع أمل لمستقبل سعيد. والنظافة سيان لا يفترقان. نشكر تميز الصف الأول B ومعلمتهم الفاضلة نيران عبد الكريم الذين زانوا واستزانوا بالعلم والنظافة. يصير والنولة حضرت بابل الأولى هوية الظل. صرحنا العلم يتجدد والمستقبل تحدد نظل أول. مشينا وعبرنا عثرنا ونهضنا القمة وصلنا وبعدها نريد نعلي حلمنا وعالي نجمنا نخطط أملنا.
العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف، والجهل يهدم بيت العز والشرف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. استري، استعد، استري، استعد للانصراف من اليمين واليسار. الفرقة الكشفية تسبق عادة سر.